عاملين كده يا حبايبي البطاطا على عين البوتاجاز، بطاطا كده مكرمله. بصوا الكراميل، وبصوا البطاطا دايبه ازاي من جوه، حاجه كده تحفه. بسيطه جدا، لو كسلانين كده تولعوا الفرن او اي حاجه، او كميه البطاطا صغيره كده زي ما انا عاملاها كده، كسلت الصراحه فقلت ايه هنعملها على البوتاجاز. اما ادوقها كده طعمها جميل جدا. عارفين البطاطا كده اللي بتبقى في العربيات او على الشارع، اللي بتتباع في الشارع دي، بتبقى تحفه جدا. بس واحنا طالعين كده من المدرسه بيبقى فيه كده عربيه بطاطا، او مثلا بتبقى على الكورنيش كده عربيات البطاطا، بتبقى تحفه. يلا حبايبي كده نشوف هنعملها ازاي. ابسط منها مفيش. بس ما تنسوش كده تدعمونا بلايك حلو زيكم يا احلى متابعين في الدنيا. يا مساء الهنا على احلى متابعين في الدنيا. كان في هنا كده عندي بطاطا فعايزه اشويها، فالصراحه مكسله اولع الفرن. قلت ده هم 4 بطاطات كده مش مستاهلين اللي انا اولع الفرن عليهم. فقلت بقى هعملهم على البوتاجاز كده بطريقه حلوه، وتطلع كده البطاطا كده مكرمله معانا وجميله. هنا طبعا سبتها كده تدوش شويه عشان اغسلها واطلع كل الطينه اللي فيها. يلا حبايبي كده، لو لسه اول مره تشوفوني يا ريت كده تنوروني باشتراك حلو زيكم، وتفعلوا الجرس على كلمه الكل عشان اي حاجه بننزلها يوصلكم اشعار بيها احلى متابعين. ومتنسوش اللايك يا حبايبي بالله عليكم عشان القناه كده تكبر بيكم والفيديو يترفع معانا. هم 4 هم مش كتير. غسلناها كده كويس، وهعملهم كمان في الصينيه اللي انا كنت مبوشه فيها البطاطا. هتجيب بس كده الاول لو عندكم ورق زبده من اللي احنا بنحطه في الصينيه، من الكيكه. بصوا هي ورقه اهي، ممكن نحطها من فوق. عندي هنا كده البطاطا اهيت والصينيه. نجيب بس دي كده على جنب. بصوا هنعمل فتحات بالسكينه. بصوا كده البطاطا طبعا معانا ما شاء الله، البطاطايه دي كبيره، وادي البطاطايه التانيه. ممكن نغرز كده السكينه لجوه كده، نعمل فتحات نغرسها كده بالسكينه، تطلع بقى مسكره معانا وهنعملها مكرمله. ادي الصينيه. ولو عندكم ورقه زبده كمان كده تحطوه كده من تحت، بس مستخدمه صينيه تيفال فمش هتلزق فيها. حطيت كده البطاطايه الكبيره كده في النص طيب طبعا احنا هنحط لها ميه، فهنجيب بقى كده شويه ميه، يعني ميه مش كتير. وهنجيب كمان شويه سكر. يا سلام بقى لو عندكم قرفه اهي، معلقه كده كبيره كده من السكر، او معلقتين، عشان طبعا الميه اللي احنا ضايفينها. وهننزل كده على البطاطا. مش عارفه ننزل بقى كده، وهنهدي عليها النار. بصوا شمعة كده تستوي بقى براحتها.
طيب احنا هنحطها كده على النار؟ لا، هنغطى زيها او صينيه كده على قد الصينيه اللي معانا. هنشوف كده غطا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي الغطا اهوت وتمام. هنحطها بقى ايه على عين البوتاجاز كده بقى. بصوا يا حبايبي، هنا كنت ايه شلت كده ورقة الزبدة ولقيتها كده مستوية. بصوا سخنة، بس عايزة كده ايه اوريها لكم. طبعا كنت ايه دي طبعا المعلقة كنت بقلب بيها عشان اشوفها استوت معايا ولا لا. هتبرد بقى ونشوفها مع بعض. بصوا بقى كده يا حبايبي، بعد ايه ما استوت معانا وبردت خلاص. بصوا اهي كانت سخنه طبعا، ما كنتش عارفه امسكها. شايفين بقى كده ورقه الزبده؟ لو حطيناها كده في ورقه في صينيه ألمونيا، نحط ورقه زبده كده ايه في الصينيه كده من تحت عشان الصينيه ما تتحرقش معانا. لانه بصوا السكر اهو، شايفين ده عطينا ايه لون الكرمله الجميله زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. بصوا ممكن بقى كمان بفرشه كده ونوزع، هتبقى في منتهى الجمال. هنشيل بس من الورقه. طريقتها حلوه وهتعجبكم وجميله. دي طبعا كده ايه بعد ما بردت معانا. يلا بصوا الجمال. بصوا الكرمله كده ولونها من تحت حاجه كده تحفه. الله على الجمال. دي ايه سخنه شويه. بصوا دايبه كده، دايبه دوب، لانها مستويه خالص معانا. والكراميل كده عطيها لون، او السكر. بصوا اهي مش مستحمله حتى كمان اللي انا مسكه كده ايه بايديا. والسكر ده او الكراميل اللي معانا على البطاطا كده ايه حاجه كده تحفه. يا رب كده تكون الطريقه عجبتكم. هي بسيطه خالص وفيديو بسيط، فيديو تحفيزي بس. يا رب كده ايه يكون عجبكم. طبعا ايه عارفين اليوتيوب بيبقى عايز فيديو كده ايه كل يوم، فبنحاول كده على قد ما نقدر. يا رب ربنا كده ايه يعني يكرمنا كده ان شاء الله، يقوينا ان احنا ننزل فيديو كده كل يوم ان شاء الله، عشان قناتنا كده ايه يا حبايبي تكبر، وقنواتنا كلنا تكبر كده، وربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله. بصوا حلوة ومستوية ودايبة كده دوب.